النهارده هنعمل مع بعض بسبوسة الحلواني في البيت بمقادير بسيطة جدا ومش مكلفة، اقتصادية، وبطعم وريحة الزبدة الفلاحي والترميلة. حكاية انت اللي هتحكمي. بصي، انت اللي هتحكمي بتكات ومكونات جديدة حصري بس على قناة ألف هنا وشفا. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم. لو انتوا عايزين تعرفوا الوصفه دي عملناها ازاي، يلا بينا على طول نعملها. بعد ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونسمي بسم الله، معانا هنا نص كيلو من دقيق السميد. بصوا كده، انا جايباه الناعم. تمام، بتجيبيه من عند العطار، بننزل بيه في الطبق بتاعنا. بنزل عليها بذره ملح كده، وعلى نص كيلو دقيق السميد كوباية مليانة زبدة، عليها معلقتين زبدة بلدي. تمام، عشان تدينا تطعيمة الزبدة اللي هي البسبوسة بالزبدة اللي بتبقى عند بالسمنة البلدي اللي بتبقى عند الحلواني. تمام، ابتدي اقلب كده السميد مع الزبدة بالشكل ده. هي كوباية مليانة. تمام، يبقى كمية السوائل عندنا هي عبارة عن كوباية مليانة. بتحطي منها من ضمن الكوباية، بتحطي منها معلقتين زبدة بلدي. تمام، اللي هي الزبدة الفلاحي. ببتدي اغلف السميد عندي كده كويس. بجيب هنا عندي يعني ربع المعلقة الصغيرة كيك شيف، اهي ربع معلقة، مش كتير. فايدة الكيك شيف هنا عندي او البيكنج باودر، بيخلي لي البسبوسة بتاعتي تشرب العسل او الشربات اللي انا بحطه لها. تمام، ابتدي اقلبه كده كويس معاها، ما كترش في الكيك شيف. بعد كده هجيب بولة عندي او حلة احطها على النار اقصد، هنزل فيها نص كوباية سكر. تمام، وهجيب عندي هنا يعني نص كوباية مية، وعليها ربع كوباية حليب، يعني الإجمالي كوباية إلا ربع من السوائل. تمام، يعني مش هعملها لبن كامل ولا هعملها مية كاملة برضو. تمام، هرفع الخليط ده عندي على النار لما أدوبه وهسيبه يبرد، وبعد كده هننزل بيه على خليط السميد بتاعنا. أول ما الاقي الخليط بتاع الحليب والمية والسكر بدأوا يدوبوا كده، السكر بدأ يدوب. تمام، هنزل عليه بمعلقة من عسل الجلوكوز بالشكل ده، وهبتدي ادوب عسل الجلوكوز مع الخليط. بعد كده خليط الحليب مع المية والسكر استنيته يبرد بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هنزل بيه على البسبوسة بتاعتي بالشكل ده، المها كده. ولو حسيت انها محتاجة بس بنزل عليها بس بحبة لبن، اهي كده. جميل اوي كده. ابتدي انزل بالخليط بتاعي ده عليها في الصينية بتاعتي. انا نسيت اقول لكم ان الصينية عندي دهناها بالزبدة، وبعد كده حطيت لها معلقة طحينة، وبرده مشيتها بالفرشة كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هنزل عندي بالخليط. بسم الله. ابتدي افرد الخليط عندي كده في الصينية بتاعتي بتاعت البسبوسة. نزل بواقي كده اللي في المعلقة، وزي ما اتفقنا جربي كده تدهني الصينية زبدة وطحينة،
خطيرة بجد. بعد ما فردت الخليط في الصينية ببتدي اخبط الصينية كده خبطتين 3. تمام. عندي الفرن بتسخن قبلها بنص ساعة. نزلت الرف خليته في النص، هشغل من تحت بس، واول ما تبتدي تاخد معايا اللون وتلاقي الحراف كده لمت وعملت معاكي لون احمر، بتبتدي تشغلي عليها الشوايه من فوق وتديها اللون اللي انت عايزاه. على ما البسبوسه بتاعتنا تستوي هنحضر مع بعض الشربات. كلنا عارفين ان شربات البسبوسه خفيف وما بيغليش كتير. تمام. معايا 2.5 كوباية من الميه، 2 ونص من الميه، عليهم 1.25 كوباية من السكر. تمام. يعني كوباية قبل النص بشوية كده. طبعا السكر ده انت اللي بتتحكمي فيه، هو اساسه 2.5 كوباية مية عليهم 1.5 كوباية سكر. تمام. انت حابة تخليها مسكرة قوي بتحطي 1.5 كوباية، لكن انا حطيت 1.25 كوباية عشان انا عندي جوزي وحماتي بيحبوا الحاجة ناقصة سكر. تمام. هاخد الشربات بتاعي دوت على النار. اول ما يبتدي يغلي هنزل عليه بعصرة نص ليمونة، ومجرد بس ما يغلي 5 دقايق هرفعه من على النار. نسيت اقول لكم معلقة العسل الجلوكوز برضو بنحطها في الشربات. تمام. بحطها معاه يغلي عشان العسل بتاعنا يبقى حلو والبسبوسة بتاعتنا ما تسكرش. زي ما انتوا شايفين كده الحلة حطيتها على النار وسبت السكر يدوب، انا ما بقلبش، وسبت كمان العسل الجلوكوز ينزل من المعلقة براحته. تمام. اول ما يبتدي يغلي زي ما اتفقنا هنسيبه يغلي 5 دقايق وعصرة نص ليمونة وبس كده. زي ما اتفقنا اول ما الاقيه بيبتدي يغلي كده هنزل عليه بعصرة نص ليمونة، يعني مش كاملة، عصرة بس اهي. في بذرية وقعت هطلعها، هسيبه بس يقلب 3-4 دقايق يغلي كده وهقفل عليه. عسل البسبوسة ما بيتقلش. تمام. لو سبته يغلي كتير هيتقل معايا. عسل البسبوسة بيبقى شربات خفيف. ودلوقتي ده الشربات بتاعي بعد ما غلى 3-4 دقايق. هطفي عليه النار وابتدي انزل عليه بمعلقة زبدة فلاحي. انا كده قفلت عليه النار. تمام. وما تنسوش ان الشربات لازم يبقى سخن والبسبوسة سخنة. فانا عملته ولسه البسبوسة في الفرن. اول ما تطلع عندي البسبوسة هسخن الشربات عندي تاني واخليه يغلي، وبعد كده هحطه على البسبوسة. ودي شكل البسبوسة بتاعتنا بعد ما طلعت على طول من الفرن. هسقيها الشربات على طول. بسم الله. بصوا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بتشرب الشربات. بصوا الجمال. بصوا يا جماعة بدأت تشرب من هنا ازاي، ولسه فاضل برضو كمية. هحط الباقي برضو. بسم الله. نزل الكمية كلها في بتاعت العسل. اللهم بارك. حاجة تحفة حكاية. بصوا الجمال بتشرب ازاي. فرن البوتاجاز بعد ما طفيتها طبعا هي سخنة، هدخل جواها الصينية دي بعد دقيقتين بس. طلعيها ومش هتلاقي ولا نقطة عسل فوق البسبوسة. وده شكل البسبوسة بتاعتنا بعد ما اتشربت الشربات بتاعها. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. حكاية زبدة بجد زبدة. جربوها على الطريقة دي وانتوا مش هتندموا. هي لسه طبعا سخنة. بصوا الجمال. تحفة فنية والله، احلى من بتاعة الحلويات. بصوا الجمال
ما شاء الله اتشربت العسل كله حكاية. هجربها معاكم وهوريكم من جوه عامله ازاي. يعني انا مش عارفه اطلعها من الصينيه، حقيقي انا مش عارفه اطلعها من الصينيه. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه معايا، بصوا بصوا، بجد تستحق التجربه. بصوا، بصوا الجمال. يعني انا عايزه اقول لكم دي انجح طريقه للبسبوسه. الله، بجد خطيره. بصوا، والله ما محتاجه حاجه. على فكره انا ما حطيتش من جوه جوز الهند عشان انا عايزه اكل بسبوسه كده بدون جوز هند. عادي لو انت عايزه تحطي جوز هند بتحطي معلقتين او 3 حسب احتياجك ليه يعني. بصوا، لا لا، خطيره والله يا جماعه، خطيره. جربوها وما تنسوش تبعتوا لنا تعليق كده يحمسنا ويخلينا نكمل. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا وشفا.